السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم السعدية مجددا ورقيقة كما العادة. اليوم غادي نجيب لكم أخبار جديدة على القضية ديال الانفصال ديال مريم سعيد، وشنو السبب اللي منه الأخلاقي، شنو علاقة صديقتها بالأمر، وكيفاش الدنيا باطمة تشفات فيها. بعد الفرضية الأولى اللي افترضنا ديال أن هي فسخت خطوبة على ود سعد، أن قريب يخرج، جاتنا أخبار جديدة باللي جاونا بزاف ديال الأخبار صراحة من مصادر مقربة، مصادر قريبة ليهم زعما. قالك السيدة كان هو، نتوما عارفين بأنه هو ملي مشى خطبها من دارهم، هي ما كانتش، هي كانت بسبب الخدمة ولا الله أعلم، هي ما كانتش، ووالديها ما تشرطوش عليه، ما كتروش عليه إلى آخره. السيدة ملي رجعات، يعني ملي يلا بداو كيديروا النقط على الحروف هاد الأيام الأخيرة قبل الزواج، طلبات ليه 300 المليون ديال الصداق. نعم يا سيدي، 300 مليون مسكينة مخصوصة ما عندهاش. واو السيد قال لي لا، ما عندي، ما ندير انا 300 مليون بزاف عليا. زائد ان ميزانية العرس تقريبا كانت غادي تقام بجوج المليون دولار، ما بين قال لك التاج ديال الدياماند والاتواب غادي يجيوها من ايطاليا خصيصا، وكسوة العرس كانت غادي تكون مصمم لبناني عالمي. وبزاف ديال يعني زعما وجدوا البطاقة ديال الدعوة، وخليت لكم التصاور ديال البطاقة ديال الدعوة وشنو طلبات، زعما ما يجيبوش دراري صغار الى اخره. المهم العرس كان غادي تقام بجوج المليون ديال الدولار. ولكن علاش هاد البدخ كله؟ لنفرض انه رجل اعمال وهي تبارك الله عليها ناجحه، ولكن كيظهر لي انه متجاوز الحدود، وربما هذاك تيقول لك الزواج كيكون فيه البدخ بزاف كتر منه البركه. اون سي با. ولكن حنا الاخبار كنقولوا الله اعلم دائما. كاين مصدر اخر كيقول هاد الشائعات، حنا دائما نقولوا الله اعلم، منها نبرئوا ذمتنا ونبرئوا الاخت المتهم بريء حتى تثبت ادانته. كيقولوا باللي صديقه من صديقاتها على مقربة من العرس اتصلت بالسي كريم وقالت له مريم ماشي كيفاش كتبان ليك، وهاكين وهاكين، وراها كتخونك، وباللي عندها دي كونت، عندها ان اوتر كونت بونكير، يعني عندها حساب اخر في البنك اللي كيرسلوا لها منها الخليجيين حوالات مادية شاك طون، يعني كل مدة معينة كترسلوا لها الحوالات تسماك. يعني تقريبا هذه شي صديقة اللي عارفة أسرارها، تقريبا شوهتها معاه، وهذا هو السبب الأخلاقي اللي خلى كريم على حسب قوله ينفصل عليها. هو وي دار تحريات وقلب فعلا نيت، اكتشف بزاف ديال الحوايج وشاف نيت بان داكشي فري، عندها دي كونط وهذا. هذا ما قالوا الله اعلم، حنا ديما نقولوا الله اعلم. قالوا هذا هو السبب الاخلاقي يمكن. ومن بعد كريم اللي قرروا انهم ينفصلوا، كريم قال لها احنا دابا غادي نفاصلو كدا، وانتي غادي نتفاهموا بان السبب ديال الانفصال ديالنا هو الاسباب شخصيه. نهار هي كتبات في الانستغرام ديالها وفي سناب شات باللي العرس تلغى، وفقط لان الوالد ديالها مرض، وهذا الشيء خلى كريم يفكر باللي هاكا تبيدقو باش تطلع هي بريئه ويطلع هو اللي ما مزيانش. وفعلا مثل النظر الاول اللي خدمنا عليه قبل ما توصلوا هاد الاخبار. دونك هو تقلق وكتب الميساج اللي كتب، الصوره اللي كتب في الانستغرام باللي راه الفصل لاسباب اخلاقيه. الوالد ديالها حتى هو ماشي من العاجزين، وبان العرس بغض النظر على الاسباب الاخلاقيه قال بان العرس التغى نهائيا، ماشي غير تيمبورالمون باسكو سون بير il était malade، نو،
قال لك الأذان العرس التغى نهائيا بصفة نهائية لأسباب أخلاقية. أنا هاد الوالد ديالها هي الأب ديال مريم، واتصل به وقال له يحيد يزول هذيك الصورة، وفعلا نيت كريم زولها، ودابا خلاو باب مفتوح للإشاعات والألسنة تكلم عليهم. نتمناو حتى برنامج إيتي بالعربي ما طرقش بزاف الموضوع، صافي قالوا غير نفاصل صافي، يعني ما بغاوش يعطيونا تفاصيل اكثر. واللي ثار انتباهنا كذلك هو التغريده ديال دنيا باطمه. الاخت دنيا باطمه ناضت مني مريم سعيد كتبت وعلى نيتكم ترزقون في هذيك الاعلان ديالها ديال الانفصال. وشدت دنيا باطمه في الحساب ديالها كتبات بانها باركات بزاف ديال الفنانات اللي تزوجوا، وكتبت لهم فعلا على نيتكم ترزقون، يعني عاودتها في مره في جوج ثلاثه في اربعه، ما عرفتش واش اربعه، يمكن اربعه ديال الفنانات اللي تزوجوا باركات لهم. كتبت نفس الجمله اللي كتبت مريم سعيد. بزاف ديال البنات قال لك حكا كتشفى فيها الى اخره. المهم درنا تحرياتنا كما ديما، ولقينا بان فايت واحد الحساب قديم ما بين دنيا باطمه ومريم سعيد. علما ان دنيا باطمه كتعامل مزيان مع ولاد بلادها بصفه عامه، يلا عندها ما عندهاش علاقه مع ابتسام تيسكات ومع مريم سعيد تقريبا. حتى ابتسام تيسكات سانداتها في الاول ولكن تقلبات عليها. دونك دنيا باطمه خايبه ولا زينه ما كيظهر لك تتصرف مزيان مع ولاد بلادها، ولكن كانت باينه كنكرهوا بعضياتنا، كانت باينه ما غاديش تلحق وتقول هادشي كاع. المهم السيدة مريم كانت قالت بأن كاين شي فنانات كيطلعوا غير على ظهر الناس، غير بالكريتيك، غير وهي عنات بهذوك الفنانة عناتها بدنيا باطمة. الوغ كو دنيا باطمة ملي شافت هكا جرى قالوا بأنها حشات ليها الهضرة في هادشي. إذا هذه كانت هي الخبر الجديدة ديال اليوم، نتمنى الناس تكون عجبتكم. متبخلوش علينا بآرائكم، واللي عنده شي فرضية ولا شي معلومات على هذه القضية يراسلنا ولا يكتبها لنا في الديسكريبشن لتحت في لي كومونتير. وإلى اللقاء مع صبرقيقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.